السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم جيت نشارك معكم طريقه تحضير بانكيك. هنايا لقيتوني نيشان كنضرب حيت نسيت ما صورت معكم من البدايه. المهم درنا كاس ديال سنيده وبيضه وطربناهم مزيان. كان عندي بالي ان راني كنصور، ولكن استقراني ما كنصورش. مور ما كنطربوهم مزيان كنزيدو نص كاس ديال الزيت. تقدروا تخلطوهم، تقدروا تزيدوا عليهم الحليب عاد تخلطوا. انا خلطت شي شويه، عاد غادي ندير معاهم كاس ديال الحليب. كما شفتوا معنا انا خلطتهم مزيان. نفس الكاس اللي عبرت به سنيده هو الكاس اللي عبرت به الزيت، وهو الكاس اللي غنعبر به الحليب. ايوا هنا درنا كاس ديال الحليب ديالنا، غنخلطو مزيان داكشي حتى نعسلو على خليط متجانس. على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معنا في الفيديو. ايوا دابا غادي نديرو الدقيق ديالنا. بالنسبه للدقيق كديروا الدقيق على حسب الخليط، تبقاو ديروا وتخلطوا وديروا وتخلطوا حتى كتحسوا بان العجينه ديالكم تقالت. ما تنساوش انكم تصفيو تغربلوا الطحين ديالكم، الا كان فيه شي اوساخ ولا شي حاجه راه كيتصفى. كيف ما شفتوا معنا خلطناهم، ولكن باقي ما تقالش لينا. غادي نزيدو الخماره ديالنا. بالنسبه للخماره على حساب اللي كنتو كان عندكم الخليط، يعني اللي درتو اكثر من كاس ديال الحليب راه كديروا خماره ونص. مش كديروا كاس ديال الحليب، راه خماره واحده راه كافيه، حيت كيكون الخليط ما كبيرش بزاف، يعني فيه غير كميه قليله. وكتزيدوا الدقيق ديالكم حتى كيتقال لكم. حاولوا انكم ما تقلوش بزاف بحال الكيكه، كتخليوه شي شويه خفيف على الكيكه، وما تخليوش خفيف بزاف، حيت الا خليتوه خفيف بزاف كيكون باش كديروه في المقله ديالكم باش طيبوه راه ما كيصدقش، كيسيح ليكم. وعلى هذا الشكل هذا كيف ما شفتوا معنا، ها هي طابت لينا. كيجي زوين البنات، جربوه ما غاديش تندموا. كيجي رطيطب، انا الصراحه كيعجبني. ايوا شاركت معكم المقادير اللي كندير. هذا هو الطبيسيل ديالنا باش نديرو كسكروت وبالصحه والراحه. وما تبخلوش عليه بواحد التعليق وشي لايك، واليوم اشترك كنبغيكم بزاف. دمتم في رعايه الله.